برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. وهذا الأسبوع هنستكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي والحديث عن مهندس البهجة وصاحب المدرسة الخاصة جدا في الكوميديا فؤاد المهندس. ومعنا في حلقة اليوم ضيفنا اللي شرفنا الأسبوع الماضي الكاتب الصحفي الكبير والباحث الأستاذ ماهر زهدي. أهلا بك يا أستاذ ماهر. أهلا وسهلا. احنا هنستكمل النهاردة حوارنا وحديثنا عن فؤاد المهندس. اسمح لي بس ان احنا نخرج بفاصل ونرجع عشان نبتدي حلقتنا. مشاهدينا فاصل ونعود. ماهر، ارتباط فؤاد المهندس بشهر رمضان، ايه سر الارتباط الشديد ده الحقيقه؟ لانه قدم اعمال كثيره لرمضان. طبعا احنا زي ما قلنا ان فعلا شهر رمضان اولا كان جمهور الاذاعه جمهور عريض قبل حتى ظهور التلفزيون، وكان في امهات زي ما بيقولوا المسلسلات اتقدمت في الاذاعه في رمضان، بدايه من الف ليله وليله اللي عاشت سنين طويله مع جمهور الاذاعه لسنوات يستمتع بها ويستناها بعد الافطار مباشره، واعمال اخرى قدمها يعني في كتاب كبار وممثلين كبار. مثلا سميحه ايوب قدمت سماره، واحد من المسلسلات اللي كانت كل الناس بتقعد تستناه. فهنا ارتبط الجمهور بالاذاعه في خلال شهر رمضان. فلما فؤاد المهندس اقتحم هذه المنطقه وحقق نجاح فيها، الجمهور اعتبره واحد من العلامات المهمه خلال شهر رمضان، اللي احنا دايما بنقول ان في علامات في الاذاعه زي ما قلنا محمد عبد المطلب، نكشبندي، المسلسلات الاذاعيه الكبيره الناجحه. فارتبط الجمهور معاه خلال شهر رمضان وهو حب ده، وخصوصا ان شهر رمضان بيبقى اغلب الاسره يعني او كل الاسره تقريبا مجتمعه في البيت، سواء على الفطار او بعد الفطار في زيارات لبعضهم، ففي فرصه ان الناس اكبر عدد من الجمهور يستمع ويستمتع بالاعمال اللي بتتقدم. فكان بيحقق انتشار كبير جدا اكتر من اي وقت يعني طوال السنه، وده هو اللي خلاه ارتبط بشهر رمضان وعارف قيمه جمهور شهر رمضان. طيب، وهو كمان كان الكتاب والمخرجين عارفين قيمته طبعا. يعني ايه اللي خلى برضو كتاب الدراما يتحمسوا ان هم يكتبوا لفؤاد المهندس في رمضان؟ طبعا يعني اي حد لما يشوف النجاح اللي حققه فؤاد المهندس، يعني بدايه من المسلسل اللي هو اول مسلسل شنبه في المصيده، المسلسل حقق نجاح كبير جدا. وطبعا وكاتب كبير زي احمد رجب كان كتبه بحرفيه وبخفه دم عاليه وبسخريه جميله جدا، وقدم من خلاله قضيه اجتماعيه مهمه. فده يخلي النجاح ده يخلي اي حد يتحمس ان هو يكتب. طبعا فؤاد المهندس في وقتها ما كانش هو النجم الكبير قوي اللي موجود، لكن يعني كان بيصنع النجوميه بتاعته واللي هي حسنا بيها بعد كده. فاي كاتب من الكتاب اللي موجودين في الوقت دوت كان طبعا يعني يشرف ان هو يكتب لفؤاد المهندس، خصوصا انه عارف ان هو هيحط الورق بتاعه بين ايدين يعني طاقه كوميديه جباره، مؤدي رائع، فنان ملتزم جدا، حريص على شغله اكتر من اي حاجه تانية، وده بيترجم لنجاحات كبيره جدا. تمام. طيب، اللي قدمه في شهر رمضان كان كوميديا، ما اختلفناش بالظبط، بس كانت كوميديا هادفه. طبعا ما كانتش الضحك للضحك، لا كوميديا اجتماعيه. يعني من خلال الكوميديا اللي بيقدمها بيناقش كتير جدا من مشاكل وقضايا موجوده في المجتمع وسلبيات، لان هو ده كان هدف فؤاد المهندس من البدايه. حتى لما يعني احنا برضو في ناس كتير فاكره برنامج كلمتين وبس، البرنامج الشهير اللي ظل على مدار اكتر من 40 سنه بيقدمه فؤاد المهندس، كان بيقدم سلوكيات خاطئه في المجتمع، بينتقد حاجات مش كويسه بتحصل، وده كان هدفه. حتى في المسلسلات الاجتماعيه اللي بيقدمها كان بيحط عينه على بعض السلبيات او بعض الاخطاء اللي حريص جدا ان هو يصححها، علشان يعني نوصل لاجمل شكل ممكن الواحد ممكن يشوفه. هو عمل ده الحقيقه في الدراما وفي المسرح، حتى سك على بنات طبعا ليها رساله. يعني طبعا عمره ما قدم فكره الضحك للضحك او يعني او حتى الفن كان عنده فكره انه عايز يوصل رساله، عايز يعمل تغيير حقيقي في سلوكيات البشر طبعا. زي ما قال الاستاذ ماهر. يعني حتى اغاني رمضان
الراجل ده هيجنني، واغنيه الصيام مش كده مع شويكار بتنتقد فكره الناس اللي بتقول ان الاكل بايت وان عايز اكل كتير وان رمضان ما عمروش كان كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. يعني هم فعلا بيوصلوا رساله للناس. وبالمناسبه السلوكيات الخاطئه ربما بتطبق حتى الان، يعني لغايه دلوقتي الناس بتبالغ في شهر رمضان في موضوع الاكل الكتير اللي يعني نصه بيترمي، يعني بالظبط. يعني لغايه دلوقتي شوف احنا من ايام الابيض واسود يعني وفؤاد المهندس بيعمل اغاني وما فيش فايده. بس حضرتك هو فعلا يعني اولا يعني كون ان هو هيقدم حتى لو قدم ضحك للضحك ده مش عيب، طبعا مش عيب، وهدف مهم جدا ان انا اسعد الناس وابسطهم وادخل على نفسهم البهجه والسرور. وفي نفس الوقت الكوميديا لا تتعارض ابدا مع ان انا اقدم قضايا مهمه و يعني اهم القضايا اللي هي ممكن توصل وتعلم وتسيب اثر في المشاهد او في المستمع، اللي هي بتكون من خلال الكوميديا. لو اتقدمت من خلال عمل تراجيدي او عمل اجتماعي عادي، يعني دراما اجتماعيه عاديه، ممكن ما تسيبش اثر. لكن دايما الكوميديا، وعلشان كده الكوميديا صعبه جدا وكتابتها صعبه جدا وادائها وتقديمها اصعب. مش اي حد ممكن يقدم كوميديا او يكتب كوميديا، يعني عشان خاطر لان الكوميديا لما بتوصل للناس بتسيب اثر كبير جدا فيهم، لو هم استمتعوا بيها وحبوها ودخلت على نفسهم السرور والبهجه هتأدي الرساله اللي هي معموله علشانها. تمام، مظبوط مظبوط. طيب فوزير عمو فؤاد بقى في الثمانينات دي كانت مرحله جديده طبعا في حياه فؤاد المهندس. حقيقه هو عنده جمهور عريض من المتابعين، لكن بقى عنده جمهور كمان من الاطفال ومن الشباب، وبقى اسمه عمو فؤاد. يعني والتصق بيه خلاص الاسم ده، بقى كل الناس تقول عمو فؤاد، زي ماما نجوى كده مثلا، بقى في عمو وبابا شارو، بقى في عمو فؤاد. ايه بقى حكايه فوزير عمو فؤاد في الثمانينات؟ فوزير عمو فؤاد في الثمانينات كان لها حكايه برضه طريفه، ان بعد يعني اتفاقيه السلام اللي عملها الزعيم الراحل انور السادات، فؤاد المهندس اعلن تأييده للاتفاقيه دي. في ناس كتير كانت معارضه وضدها، فؤاد المهندس اعلن تأييده. ففي بعض الدول العربيه ما كانتش موافقه على الاتفاقيه وشايفه ان هي ما كانتش تتم، فلما فؤاد المهندس اعلن تأييده منعوا شراء اعمال فؤاد المهندس ودخولها الى هذه الدول. فاحنا كنا زمان للاسف السياسه دايما بتتدخل في الفن طبعا، رغم الادعاء انه احنا ما بنسيسش الفن والفن المسيس، لكن ناس كتير جدا سيست الفن للاسف الشديد. طبعا يعني احنا السينما زمان، السينما المصريه كانت دايما بتعتمد على الموزع الخارجي، رغم ان هنا كان في عدد سينمات كبير جدا، لكن دايما المكسب الحقيقي للمنتج كان بيجي من التوزيع الخارجي. فاي فيلم هيتعمل بيتفق مع الموزع الخارجي الاول، انا عندي فيلم مثلا لفؤاد المهندس وشويكار، يقول له هشتري، هات الفيلم خلاص، فبيبقى ضامن ربحه من قبل حتى ما يصور. فلما حصلت المقاطعه ديت ورفضوا اعمال فؤاد المهندس وشويكار، فؤاد المهندس هم الخسرانين بالظبط، يعني وهو شاف ان ما بقاش في منتجين بيعرضوا عليه ان هم ينتجوا له افلام، فكان من هنا فكرت الدولة ان هي تقدم له حاجة على موقفه اللي هو اعلنه، وان هو كان مع اتفاقية السلام. ورغم ده هو اللي قدم للدولة وللمجتمع فوازير عايشة معانا لغاية دلوقتي اسمها فوازير عمو فؤاد. طبعا، وجات من هنا فكرة فوازير عمو فؤاد، رغم ان هو في الاول كان يعني مستصعب الموقف او ازاي هقدم لقى ان عنده بيتولد له جمهور جديد من الشباب، يعني والاطفال من سن 4 و5 سنين لحد سن 20 و5، وحتى الكبار في السن كمان كانوا بيقعدوا يستمتعوا بيها جدا. وده يمكن يعني النجاح الكبير اللي حققه فؤاد المهندس برضو، يعني زي ما بيقولوا حفر في الصخر، لان هو في الفتره دي كانت في عندنا ايقونات للفوازير طبعا، نمي وشريهان وسمير غانم، يعني ان هو يقتحم هذا المجال ويحقق هذا القدر الكبير جدا من النجاح في الفوازير، ده يعني حاجه تحسب له حاجه كبيره، لان هو فنان بجد وقيمه كبيره بجد. عمل الفوازير وحققت نجاح وبقى له جمهور، بقت حتى الاطفال في الشارع بيقعدوا وفي النوادي
عمو فؤاد رايح يصطاد، عمو فؤاد بيلف بلاد. بدأوا يرددوا الأغاني بتاعت التترات بتاعت المسلسلات اللي هي بقت مواسم كمان، مش موسم وخلص، مش سنة. طبعا يعني امتدت بتاع كام سنة؟ 17 سنة تقريبا. بالظبط، امتدت سنين. يعني شوف يعني العوض الكبير اللي جابه علشان موقفه الوطني والمبدئي. وهو حب ده، وحب كمان ان هو يعني دايما الفنان لما بيوصل لمرحلة معينة من النجومية او لسن كبير شوية بيحاول ان هو يقدم الاعمال اللي توصل للناس اللي في سنه، ويقول بقى الحكم بتاع كون ان فنان في السن دوت وفي الخبره ديت وفي التوقيت دوت، ويبقى له جمهور من الاطفال. يعني ما بدأش مع الاطفال، ده بالعكس، ده هو في السن دوت بقى له جمهور كبير جدا من الاطفال ومن الشباب. يعني انت كان في فتره معينه مثلا انت ممكن تسالي الاطفال او الشباب الصغيرين انت بتحب مين من الممثلين، هيقول الممثل اللي هو لسه طالع امبارح، اللي هو شافه قدامه، اللي هو قريب من جيله. لكن ان حد يقول زي ما احنا دلوقتي مثلا لو سالت اطفال هيقول لك انا بحب اسماعيل ياسين، رغم ان اسماعيل ياسين طبعا ميت بقاله اكتر من 50 سنه، لكن يقول لك انا بحب اسماعيل ياسين. فهو فؤاد المهندس قدر يوصل لشريحه كبيره جدا وعمل جمهور اكبر من جمهوره من خلال الفوازير اللي قدمها. يمكن مرحله يعني من مراحل فؤاد المهندس اللي ليها علاقه برمضان اللي هتكلم عنها النهارده هي برنامج الكاميرا الخفيه. والحقيقه هو برضه كان سباق في ده. طبعا وكان برنامج طبعا دمه خفيف جدا جدا جدا. لكن انقسم الجمهور او الراي العام او النقاد لقسمين، في ناس قالت ان دي خطوه لطيفه، وفي ناس قالت لا، ان يعني الخطوه دي انتقصت من فؤاد المهندس وانه ما كانش المفترض ان هو يعمل كاميرا خفيه. حضرتك رايك ايه؟ طبعا هو اولا فؤاد المهندس لما عرض عليه الكاميرا الخفيه، طارق نور طبعا الاعلامي الشهير كان نفسه يعمل كاميرا خفيه وما كانش عارف يعمل ازاي ومين، لان هو عملها قبل حسن عابدين يا فندم ولا بعد ولا قبل. هو اول حد يعمل. فلما جاء اختار اسماعيل يسري، كان مساعد مخرج اسماعيل يسري، ووالده كان بيشتغل مع فؤاد المهندس في المسرح اداري. فلما قال له هتعمل الكاميرا الخفيه، قال له طب انا اقترح ان اللي يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس. قال له خلاص دي مشكله، مهمتك انت، اقنع فؤاد المهندس. فراح لفؤاد المهندس، فؤاد المهندس يعني تقريبا يعني طرده تقريبا، ازاي انت الكاميرا الخفيه ايه ومقالب ايه اللي انا ممكن اعملها. فمشي وتاني يوم راح له بورق مكتوب فيه فكره البرنامج وايه اللي هيتعمل. فؤاد المهندس لما قرا اكتشف ان هو يعني الفكره مش بعيده عن تفكيره ومش بعيده عن اللي هو بيهدف ليه، ان انا ازاي ممكن اقوم سلوك مجتمعي، ان انا ممكن يعني احط او اسلط الضوء على مشكله معينه في المجتمع بطريقه كوميديه بسيطه، مش لا فيها سخريه ولا فيها استهزاء ولا فيها اي اساءه ادب، بالعكس ده يعني موقف طريف بيدخل البهجه والسرور على اللي بيشوفوه، وحتى كمان اللي بيقعوا في الموقف دوت بيستمتعوا جدا، خصوصا ان هو لا جاب ممثلين ولا جاب نجوم ولا لا، بالعكس هو قال الشعب المصري هو اللي هيبقى بطل الكاميرا الخفيه. ودي كانت اول حاجه تتقدم، برنامج لطيف بطله هو الناس العاديه اللي في الشارع وبيعيشوا معاه الموقف، وبعد كده هم نفسهم بيضحكوا ويتبسطوا جدا منه وبيقولوا له طبعا لازم تذيع الفقره دي. طب البرنامج ده بعد كده انحرف عن مساره ولا فضل زي ما هو لما بدأوا فؤاد المهندس وبعديه حسن عابدين لا، هو فؤاد المهندس كان يعني شكل معين كان حريص على تقديمه فؤاد المهندس. كل اللي يجي طبعا يعني بعد كده يعني كل حد كان له وجهة نظر، وكان في ناس من اللي قدموا البرنامج ده، حتى ابراهيم نصر يعني لما قدم برضه كان يعني هدفهم الاول الضحك، مش ان انا بقاوم سلوك، ان انا بنتقد سلبيات. وحسين الامام في فتره برضه بالظبط. يعني هم كان في ناس هدفها الضحك، ان انا عايز افجر يعني اكبر قدر من الكوميديا والضحك من خلال المقالب، لكن مش بالضروره يكون عندي ان انا بنتقد سلبيات معينه، ان انا لا، انا ممكن اعمل مقلب زي ما كان حسين الامام بيعمل عليه رحمه الله، ان هو يعني ممكن يخض حد توصل المساله طبعا امال اللي بيحصل بخلاف انا عايز اقول لك بخلاف يعني اللي بيحصل دلوقتي ده ممكن يقتل طبعا يعني حاجه اكثر من ذلك صعب يعني ومش هو ده الهدف ان انا ابسط الناس واضحكهم بس.
افلاس اجبادنا برضو جبناهم وقلنا لهم على تمرين رياضي يعملوه، عملناه قدامهم وسبناهم هم يعملوه بمعرفتهم. تعالوا بقى نتفرج على افلاس اجبادنا وهم بيعملوا التمرين ده عملوه ازاي. عملوا حاجة لا تمت للتمرين الاصلي بصلة. ودي اسمع رأي كل الناس اللي شافوا الحلقة دي، وانا متأكد انهم انبسطوا وسعدوا وضحكوا واستمتعوا بالحلقة. سيداتي انساتي سادتي، دي كانت اخر حاجة في حلقة النهاردة، والى ان نلتقي معكم في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية، اتمنى لكم السعادة والهناء. أنا بشكرك جزيل الشكر، وأمتعتنا حضرتك على مدار حلقتين، وأنا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا على شاشة الفضائية المصرية في شهر رمضان المبارك. والحديث طبعا يطول ولا ينتهي عن مهندس الضحك فؤاد المهندس. أنا بشكر الكاتب الصحفي الكبير والباحث الأستاذ ماهر زهدي، وبشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معانا على شاشة الفضائية المصرية في ثقافة وإبداع.